الحلقة ال 12 من مسلسل العد التنازلي بتبدأ بنشوف واحدة ست واقفة في بنزينة بتحط بنزين لعربيتها وبتتكلم في التليفون، وقبل ما تركب عربيتها بيجي لها طلقة في دماغها من قناص. وفي الوقت ده فريقنا بيكونوا في المكتب وبيرجعوا المعلومات اللي عندهم. في الوقت ده بتخش عليهم السكرتيرة وتبلغ الكابتن باسم جريمة القتل اللي حصلت، وده لأن الموظفة اللي اتقتلت دي تبقى سكرتيرة المحافظ اللي مرشح للرئاسة، واللي بيكون معاها جميع تحركاته وخطط مؤتمراته وحفلاته، ومنها حفلة يحضرها الرئيس بنفسه. والكابتن بيل بيقابل أحد ضباط الشرطة المحليين اللي بيظهر إنه مهتم بمعرفة التفاصيل، لكن الكابتن بيل بيقوله إنه مينفعش لأن ده تحقيق سري وإنه ممكن يبقى يبلغه لو في إمكانية بعدين. وبيسألوا واحد من الشهود اللي بيقول لهم إنه سمع ضرب نار، وفضل مستخبي حوالي 20 دقيقة لحد ما الشرطة جت، والظابط بيقول له إحنا وصلنا بعد 10 دقايق بس، والولد مصمم إنهم 20 دقيقة. وبيطلبوا يشوفوا الكاميرات وبيراجعوا التصوير اللي بيظهر الجاني وهو موجود جنب الضحية وبيفتح باب عربيتها كأنه بياخد حاجة منها. وهنا الضابط بيقول لهم إنه عايز يعرف هم وصلوا بعد وقت قد إيه، وبيقول له ميتشم إنهم وصلوا بعد 16 دقيقة، والولد بيقول له يعني مش 10 دقايق زي ما قلت، والظابط بيقول له يعني مش 20 برضه زي ما أنت قلت. وهنا الكابتن بليس بيروح يقابل المحافظ اللي بيكون قلقان جدا لأن السكرتيرة بتاعته اتقتلت ومعنى كده إن الدور عليه، والكابتن بليس بيقول له إنه بيعمل كل اللي عليه، لكن لحد ما يقبضوا على القاتل يا ريت يحدد حركته شوية وما يعملش مناسبات عامة طبقا ده. وطبعا ده مش هينفع لأن هو مرشح للرئاسة والرئيس بنفسه هيحضر حفلة معاه، وده معناه إنه بيرشحوا بعده وإنهم لازم يقبضوا على القاتل ده قبل الاحتفال. وبنرجع للمكتب بنلاقي شيبرد نازلة تقابل أختها اللي بتقول لها إنها دلوقتي بتحاول ترجع لعقلها وترجع تكون هادية زي زمان، ولأنها حاسة إنها عملت أخطاء كتير، وشيبرد مش بتعرفها إنها عارفة عنها كل حاجة وبتوعدها إنها تزورها في البيت عشان تطمن عليها. وبيتشوم بيبلغ الكابتن بليس باللي شافه وإن القاتل فتح العربية وممكن يكون أخد حاجة من متعلقات القتيلة الشخصية. وفي الوقت ده الضابط دوكس اللي كان في الموقع بيتصل بالكابتن بيل وبيطلب مقابلته عنده في البيت، وبيل بيستأذن من الكابتن بليس وبيروح له بيته وبيقعد معاه وعايز يعرف هو عنده ايه. وفي الوقت ده ميتشوم بيتكلم مع الكابتن بليس وبيشكره انه رجعه للفريق بعد ما اتعالج. وبتدخل اوليفراس عليهم بتقول لهم انها عندها نظرية بتقول ان المجرم تود ده من رجال الشرطة لانه يعرف كتير عن حركة الشرطة وبيتصرف دايما على اساس ده، ويعرف مواعيد استجابة رجال الشرطة، وانه لما قتل العاملة في الكوخ نظف الكوخ من اثاره كلها، يعني كان ممكن يشيل الجثة من مكانها ينظف مكانها لكن هو سابها قصد. وفي الوقت ده ميتشوم بيقول لهم ان بيل رايح يزور الضابط اللي اسمه دوكس وبيشك انه ممكن يكون هو اللي قاتل وبيتصل ببيل عشان يحذره، لكن بيل مش بيرد عليه عشان يسمع دوكس عنده ايه. وساعتها دوكس بيقول لبيل انه عايز يشوف الفيديو تاني، ولما بيشوف فيديو الجريمة بيقول له ان القاتل ما اخدش حاجة من العربية، بالعكس ده حط حاجة في العربية. ولما بيل بيركز كويس بيكتشف ان كلامه صح. دوكس بيفرح جدا لان بيل وصل في كلامه وصدقه، وبسرعة بيل بيتصل بفايناو وبيبلغه وبيطلب منه يروح يبص على العربية مرة تانية ويشوف لو فيها أي حاجة زيادة يكون المجرم حطها في العربية. وبترجع شيبرد على شقتها القديمة عشان تزور أختها زي ما عودتها، وبتدخل الشقة وتفضل تنادي على أختها ومش بترد عليها وهي بتقلق جدا، لكن لما بتدخل الأوضة بتلاقي أختها بتسمع أغاني وحاطة السماعات على ودانها واتخضت لما شافتها. وبعدين فرحت إن أختها جت تزورها لأنها كانت متضايقة إنها لوحدها وإنها تحاول الفترة الجاية تكون هادية ومتعملش أي حاجة مترعدة زي زمان، وبتظهر عليهم السعادة هما الاتنين. وتاني يوم الصبح فايناو بيروح لصاحبه في جراج سيارات الحوادث وبيفتشوا في العربية مع بعض، وبيكتشفوا فعلا إن توت حط فيها ورقة، ولما بيرجع على المكتب بيحاولوا يفهموا الورقة دي مكتوب فيها إيه. بيلاقوها عبارة عن ميعاد ومكان بيحسوا إن ده ميعاد لازم يروحوا هناك ممكن يقابلوا القاتل. ولما بيوصلوا ميتشوم وفايناو بيدخلوا المكان كأنهم زباين عاديين، أما اوليفراس وبيل بيدخلوا على أساس إنهم أفراد عصابة تاجر المخدرات اللي بيورد المخدرات لصاحب البار، لكن صاحب البار مش بيصدقهم، بيشك فيهم، بيشك إن هم ضباط شرطة. وبيقول لأوليفراس إنها لو فعلا شرطية في واحد سايب لها ظرف معاه وهي بتكون عايزة تعرف الظرف فيه إيه، لكن في نفس الوقت مش عايزة تكشف نفسها. وساعتها ميتشوم بيلاحظ إن في واحد لابس كاب وبيصور أوليفراس وبيل وبيخرج من البار، وميتشوم بيخرج وراه، لكن الشخص ده بيضرب على ميتشوم نار وبيهرب منه. في الوقت ده كل الناس اللي في البار بيطلعوا وبيكون فيهم ناس كتير لابسين كبات زي الشخص اللي شافه ميتشوم، وطبعا بيهرب منهم. ولما بيل وفايناو وأوليفراس بيخرجوا بيعرفهم باللي حصل، وساعتها أوليفراس بتطلب من صاحب البار الظرف اللي عنده، بتسأله مين اللي سابهوله،
بيقول لها ان واحد ابيض عادي ملوش علامات مميزه ساب له الظرف ده، وقال هيجيلك ظابط اديهم الظرف ده، ودفع له فلوس مقابل كده. ولما اخد الظرف فتحته ولقيت جواه ورقه مكتوب عليها الموت بس هو اللي هيوقفني، وتحتها رسمه منقار طائر، وده بيكون الرمز بتاع القاتل ده. وبتخلص الحلقه ال 12 على كده، وواضح ان الموضوع بيتعقد اكتر والفريق لسه ما وصلش لاي حاجه. ولو عجبكم الملخص ده دوسوا لايك وشير واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد.